الحكاية بتبتدي بالمحقق آرشر قاعد في عربيته بيقتل وقته وبيلعب كلمات متقاطعة، وفجأة اللاسلكي شوشر وبلغ عن مجرم هربان بعربية. آرشر عشان قديم في الشغلانة وعارف دهاليزها عارفة بالظبط الواد ده هيروح فين. مفيش لحظة وعربية المشتبه فيه لبست في عربية آرشر، بس الواد المجرم كمل جري وساق، وقام آرشر طالع وراه وبدأت مطاردة عنيفة، وشوية وحصلته باقي دوريات البوليس. فضلوا يطاردوا الراجل وسط البلد لحد ما زنقوه تحت كوبري. العساكر والظباط التانيين كانوا خايفين يقربوا، بس آرشر خد الخطوة وطلع قدام هدى الدنيا. ضرب طلقة في الهوا تحذير، وقرب من عربية الواد. وهو بيبص جوه لمح دلاية متعلقة في المراية على شكل جمجمة. التفصيلة الصغيرة دي سرحته وخليته يفكر بعمق. بعد سنة بنقابل المحقق ويل رويني. أول ما وصل مكتبه لقى صحفية اسمها كريستي ديفيز مستنياه. قعدوا مع بعض وبدأت كريستي تفتح عليه ماسورة أسئلة. ويل كان شاكك في نواياها، الله إن أغلب الناس بتهرب من البوليس ومحدش بيهتم بحياتهم الشخصية، وسألها إيه سر اهتمامها بيه قوي كده. كريستي ردت وقالت له إنها عارفة قد إيه شغل البوليس خطر، وعايزة ترافقه وتلزق له لمدة 24 ساعة عشان تشوف التحديات اللي بيقابلها كل يوم. ويل ما كانش يقدر يرفض عشان الروس الكبيرة وافقوا خلاص على طلبها. وهما بيتكلموا ويل لمح ندبة جرح قديم في راس كريستي. لما سألها عنه قالت له إن حياة الصحفيين هي كمان صعبة، ولو كتبوا حاجة غلط الناس ممكن تقلب عليهم وتأذيهم. في الليلة دي جالهم بلاغ عن جريمة قتل قريب من مدرسة. ويل وكريستي طلعوا على مكان الحادثة، وهناك لقوا جثة واحدة ست متعلقة مشنوقة، وفي حرف منحوت بالسكينة على صدر الضحية. ويل شك إن القاتل لسه مستخبي جوه المدرسة، وأمر كريستي تفضل مكانها وتثبت لحد ما هو يفتش. وهو بيمشط الطرقات الضلمة حاسب حد ماشي وراه. لف بسرعة كان جاهز يضرب نار، بس لقى كريستي هي اللي وراه. هزقها وقالها إنه كان هيدوس على الزناد ويخلص عليها بالغلط. كريستي متهزتش وفكرته إن معاها عقد واتفاق مع الاسم ولازم تفضل معاه عشان توثق كل حاجة. دخلوا فصل وبصت هي على السبورة وفهمت إن القاتل بيلعب معاهم لعبة المشنقة. اللعيبة في اللعبة دي لازم يخمنوا حروف عشان يكملوا الكلمة الناقصة. وعلى ديسك جنبهم لقوا رقم شارة محفور في الخشب. كريستي لقطت إن ده رقم الشارة بتاعت ويل، ولقوا رقم تاني ويل عرفه في ساعتها ده كان رقم زميله القديم آرشر. تاني يوم بنشوف آرشر مأنتخ في عربيته زي ما كان في أول الحكاية بالظبط، ومركز في الكلمات المتقاطعة. ولما ويل وصل وركب جنبه سأله: واحد موهبة زيك بيعمل إيه وبيحرق وقته كده ليه؟ آرشر ما كانش ليه خلق للمناهدة واللعب وقاله: هات من الآخر يا ويل. ويل شرح له إن فيه مدرسة اتقتلت على إيد سفاح متسلسل، والسفاح ده ساب وراه شوية خيوط منها أرقام الشارات بتاعتهم هما الاتنين محفورة على الديسك، وده معناه إن هما الاتنين مربوطين بالقضية دي. ويل كان شايف إنهم لو حطوا إيدهم في إيد بعض هيجيبوا رقبة القاتل، وقال له يقابلوا في المشرحة الساعة 9 الصبح عشان يشوفوا تقرير الطب الشرعي. لما رجعوا القسم ويل كان بيتكلم في التليفون، ومن المكالمة دي عرفنا تفصيلة تقطع القلب. مرات ويل اتقتلت من سنة بالظبط، وهو لسه لحد دلوقتي هيتجنن ويحل قضيتها، وكريستي لقطت ودانها الكلام ده. بعدها بشوية رئيسة القسم شدت كريستي على جنب وفكرتها إنها لازم تكون بني آدمة قبل ما تكون صحفية، وحذرتها إنها تكتب أي حاجة تزود وجع أهل الضحية. تاني يوم الصبح في المشرحة آرشر وصل عشان يدخل في التحقيق، وبدأوا يتكلموا عن الضحية، واحدة عندها 24 سنة واسمها كاري، وكانت مختفية بقالها 3 أيام قبل ما يلاقوا جثتها. الدكتور لفت نظرهم إن كاري كان في جسمها كدمات قديمة بقالها يجي أسبوعين، وده معناه إن في حد تاني كان بيمد إيده عليها وبيأذيها قبل ما القاتل يوصلها. والأبشع بقى الدكتور كشف لهم إن الحرف اللي على صدرها ده اتحفر وهي لسه فيها الروح. القاتل ده واضح إنه وحش بيتكيف لما يعذب الناس. المحققين طاروا على بيت كاري عشان يقلبوه ويدوروا على أي خيط، لقوا كمية سجاير محترمة، مع إن محضر البوليس بيقول إن البنت ما بتشربش سجاير أصلا. وده أكد لهم إن كان عندها ضيف واحد صاحبها. فتشوا في تليفونها وراجعوا كلام أهلها، والخيوط دي وصلتهم لواحد اسمه جو ترومان. وفي أوضة تانية لقوا 13 دم مغرقة الدنيا، وهم بيرتبوا الأحداث وبيشوفوا القاتل ممكن يكون هجم عليها إزاي. ويل لمح شعر واقعة فقام ساحبها عشان يحللوها، وبعد ما جابوا قرار ترومان ومشيوا وراه أخيرا جابوا عنوانه وطلعوا عليه. وأول ما وصلوا البيت شافوا بنت واقفة بره. سألوها: ترومان فين؟ راحت شاورت لهم على جوة البيت. دخلوا المحققين لقوا راجل عجوز ميت في جلده وعمال يصرخ ويقول: أنا ما عملتش حاجة، والله ما عملت حاجة. وفي نفس الوقت ده كريستي كانت واقفة بره، ولمحت إن البت اللي كانت واقفة بتشرب نفس نوع السجاير اللي لقوها في بيت كاري. كريستي صرخت عشان تنبه الضباط، والبت أول ما سمعتها قامت واخدة ديلها في سنانها وجريت. أتاري ترومان ده مش راجل، دي طلعت ست واسمها جوي ترومان.
بعد مطاردة سريعة آرشر وويل قفشوها وخدوها على القسم عشان يحققوا معاها. في التحقيق جوي نكرت إنها قتلت كاري وبررت الكدمات اللي كانت في جسم كاري، وقالت إنهم كانوا مصاحبين بعض وإن كاري كانت كيفها العنف في العلاقة. تشوي قالت إنها حاولت تتكلم مع كاري وتعاقلها، بس هي ما كانتش بتسمع الكلام. لما ويل سألها شافتها إمتى آخر مرة، تشوي قالت له إنها وصلتها المدرسة واستنت منها تليفون، بس التليفون ما رنش. وأول ما المحققين صرحوها وقالوا لها إن كاري ماتت، جوي انهارت من العياط، وكان باين قوي إن دي أول مرة تسمع الخبر. آرشر وويل سابوا الأوضة وخرجوا عشان يتشاوروا هيصدقوها ولا لأ. وفجأة كريستي صرخت، جريوا ودخلوا الأوضة تاني، لقوا جوي من صدمتها بموت كاري قطعت شرايين إيدها. نقلوها المستشفى جري، ومن حسن الحظ لحقوها وعاشت. رئيسة القسم كانت هتطق ومسكت ويل وآرشر، غسلتهم وهزقتهم عشان سابوا المتهمة لوحدها ورعبوها لدرجة إنها حاولت تنتحر. وقالت لهم إن جوي خلاص ما بكتش متهمة، وخدت أقوالها رسمي، وأمرتهم يشوفوا مصلحتهم ويدوروا على القاتل الحقيقي. بعد شوية وهم التلاتة راكبين العربية، كريستي سألتهم إحنا رايحين على فين؟ ويل فهمها إن تقرير المعمل الجنائي وصل، وطلع إن الدم اللي لقوه في أوضة كاري ما كانش دمها بس، ده كان كوكتيل دم حيوانات على دم واحد اسمه ديفيد جرين. جرين ده سوابق وصحيفته سودة، وجات لهم إخبارية إنه مستخبي في كنيسة قريبة. التلاتة دخلوا الكنيسة وهي ضلمة كحل عشان يفتشوا. وهما ماشيين آرشر رجله اتكعبلت في سلك مستخبي بالغلط، والسلك ده شغل فخ خلى جثة تقع عليه مرة واحدة. وفي اللحظة دي ويل لمح خيال واحد مستخبي في الضلمة، ده القاتل. ويل سحب مسدسه، بس هو اتلخم لحظة عشان يطمن على آرشر يشوفه اتعور ولا لأ. القاتل انتهز الفرصة وفص ملح وداب في الضلمة. المحققين اكتشفوا إن القاتل صفى ضحية تانية، وزي عوايده ساب وراه شوية ألغاز. في ثواني المنطقة بقت تقلب بوليس. عرفوا هوية الضحية، راجل اسمه ويلسون كان لسه خارج من السجن قريب. ولقوا كمان الراجل اللي دمه كان في مسرح الجريمة الأولانية، ديفيد جرين. بس المفاجأة إن ديفيد دلوقتي بقى قسيس في الكنيسة دي. قال للمحققين إنه طلق طريق الإجرام بالتلاتة من زمان ونذر نفسه لربنا. ولما آرشر سأله عمل دمك جوز الأوضة كاري إزاي، القسيس رد عجيب. قال إن في ليلة حد اقتحم أوضته، خبطوا على دماغه وشفط منه دم وهو مغمى عليه. ويل ما كانش داخل دماغه الكلام ده، بس القسيس حلف إنه بيقول الحق. رجعوا القسم وويل جمع الفريق وشرح لهم الموقف. قالهم إن القاتل بيلعب معاهم لعبة مشنقة كبيرة. لحد دلوقتي القاتل كشف 3 حروف، بس الكلمة فيها 10 خانات، وده معناه مصيبة. لسه في 7 جرائم قتل جايين في السكة. تلميحات القاتل بتقول إنه قتل 3 بالفعل، بس البوليس ملقاش غير جثتين بس لحد دلوقتي. رجعوا تاني على المشرحة عشان تشريح جثة ويلسون. الدكتور أكد إن ويلسون اتقتل بنفس طريقة كاري الساعة 11 بالليل، بس المرة دي القاتل زود تفصيلة غريبة، حط راس خنزير على وش الضحية. آرشر لمح ختم مصنع معين على راس الخنزير، وفهم إنهم يقدروا يوصلوا لمحل الجزارة اللي باعه. ويل جاب قرار المحل وطلعوا عليه هوا. وهما بيفتشوا في المكان، كريستي شافت القاتل مستخبي وسط اللحمة المتعلقة وقامت تمديها صرخة. آرشر جري عشان يحميها، وويل طلع يجري ورا القاتل في المحل، بس المجرم كان سريع زي الزئبق واختفى تاني. وهما بيكملوا تفتيش لقوا الجثة الثالثة مدفونة في فريزر. الدكتورة جت بس كان واقفة محتارة. الجثة كانت متلازة حطب. قالت لهم دي محتاجة أسبوع عشان تفك قبل ما تعرف تشرحها صح. آرشر استغرب اشمعنى الجثة دي بالذات متجمدة والباقيين لأ. استنتج إن ده ما يحصلش إلا لو الجثة خرجت من ماي واتحطت في الفريزر على طول. وبناء على الكلام ده وصلوا لنتيجة إن الضحية دي غالبا اتقتلت قريب من بحيرة. ويل أمر البوليس يبدأوا يمسحوا كل البحيرات اللي في المنطقة، وبالفعل البوليس لقى عربية غطسانة في بحيرة قريبة، وبدأوا إجراءات عشان يطلعوها. عقبال ما يخلصوا آرشر وصلته معلومة تفجر المخ بخصوص قتل مرات ويل. خد كريستي على جنب، وكان في حيرة من أمره يقول لويل على اللي وصل له ولا بلاش. في الآخر قرر يصارحه. ورى ويل صورة لجثة مراته الله يرحمها، وشاور له على الاسم اللي كان محفور على صدرها. ويل ارتبك وخد وضع الدفاع وقاله يا عم أنا عارف الكلام ده، أنا أول واحد لقى جثتها. وحاول يبرر إن السفاح ده مستحيل يكون هو اللي قتل مراته، عشان مراته ما اتشنقتش، وسفاح المشنقة ده لازم يشنق ضحاياه. آرشر قاله اسمعني كويس، ورجح إن القاتل ببساطة ما كانش عنده وقت يكمل شغله. ويل شريط ذكريات الليلة دي عدى قدامه. مراته كانت كلمته يروح بدري، وهو فكر إنها عملوا له مفاجأة، بس لما دخل لقاها مقتولة. آرشر فهموا إن القاتل غالبا كان لسه جوه البيت لما ويل وصل، بس ويل من كتر قهرته وحزنه ما خدش باله. وفجأة اللمبة نورت في دماغ ويل، وكل حاجة ركبت على بعضها.
أخيرا فهم ليه القاتل قال إنه قتل 3 مع إن البوليس ملقاش غير جثتين. أول ضحية في لعبة المشنقة دي كانت مرات ويل نفسها. الدم غلي في عروق ويل ووقف يراقب وهما بيسحبوا العربية من المية. جوه العربية لقوا ورق يخص واحد اسمه إريك. طاروا على بيت إريك وهيك لقوا قطر لعبة، قطارات صغيرة متبعترة في كل حتة. فهموا إن دي إشارة تانية الجريمة الجاية هتحصل بقطر بجد. ساقوا بأقصى سرعة لخط سكة الحديد، وهناك لقوا راجل متعلق ومشنوق في سكة القطر اللي جاي بسرعة. بس المعجزة إن الراجل كان لسه فيه الروح. ويل رمى نفسه على القضبان عشان يلحقه، بس الراجل كان مربوط جامد وويل رفض يسيبه ويمشي حتى والقطر بيقرب وبقى خلاص فوقهم. في آخر فيمتو ثانية أرشر نط وزك ويل بعيد عن القضبان. القطر خبط الراجل وفرمه في ساعتها. ويل قام وهو شايط وغضبان على أرشر وبيزعق ويقول له إن الراجل ده لو كان عاش كان هيعرفنا مين القاتل. أرشر فضل هادي وقال له أنت فاهم غلط، الضحايا دول ما يعرفوش حاجة. الرابط الوحيد الحقيقي للقاتل هو إحنا الاتنين. رجعوا المكتب عشان يربطوا الخيوط ببعضها. اكتشفوا إن الراجل اللي كان على القضبان اسمه ناثان. أول ما سمع الاسم ده وش أرشر جاب ألوان. أخيرا لقط وفهم مين اللي ورا الليلة دي كلها. أرشر بدأ يدور على القائدة الكابتن في كل حتة. الضباط قالوا له إن القائدة مأجزة وقاعدة في البيت النهاردة عشان عملية حادثة عربية مع ناثان، نفس الراجل اللي اتقتل على سكة الحديد. أرشر فهم إن دي ما كانتش حادثة قضاء وقدر. الهدف الجاي للقاتل هو القائدة. طاروا جري على بيت القائدة ولقوها متعلقة في السقف. أرشر لحقها بسرعة شالها لفوق عشان يخفف تقل جسمها ويوقف الخنق. ومن حظه الحلو القائد كانت لسه بتتنفس. على صدرها شافوا نص الحروف الأبجدية بس محفورة على جلدها، وده معناه إن المحققين وصلوا في الوقت المناسب. القاتل ما لحقش يكمل وغالبا لسه جوه المبنى. البوليس كبس على البيت وحاصروه. وهما بيفتشوا ويل دخل الحمام لقى جثة الضابط بوليس مقتول. خد باله إن بدلة الضابط وسلاحه مش موجودين، وفهم إن القاتل صفى الضابط ولابس هدومه وهرب بيها. ويل لمح القاتل وهو بيجري وقامت مطاردة سريعة جدا، بس للأسف عربية المحقق لبست واتقلبت وقت المطاردة، والقاتل عرف يخلع ويفلت منهم تاني. تاني يوم كريستي كانت متعورة بس نشفت دماغها ورفضت تسيب التحقيق. ويل وآرشر حذروها إن الموضوع بقى خطر عليها وقالوا لها روحي بيتك. هنا كريستي قررت تحكي حكاية الندبة اللي في جبهتها. قالت لهم من سنين واحد حاول يخطفها على الطريق السريع وطعنها. ضابط شجاع اسمه مايكل أنقذها ووعدها إنه هيجيب الخاطف. مايكل اشتغل ليل نهار ومهموش تعب لحد ما وصل للراجل فعلا، بس المجرم قتله وهو بيقبض عليه. كريستي وضحت إن موت مايكل كسر قلب عيلته وحرقهم عليه، وهي عايزة تكمل القصة دي للآخر عشان توري العالم إن ضباط البوليس أبطال بيضحوا بحياتهم عشان غيرهم. آرشر وويل اتأثروا بكلامها ووافقوا إنها تفضل وتكمل معاهم. رجعوا القسم وويل كان دماغه بتلف ومحتار. سأل آرشر لو مراتي كانت أول ضحية من سنة، ليه القاتل استنى كل ده عشان يضرب تاني؟ آرشر قالوا إن القاتل ما بيوقفش إلا لو غصب عنه مش قادر يكمل. ويل أدرك إن المكان الوحيد اللي يجبر قاتل إنه يوقف هو السجن. ويل استنتج إن طالما الجرائم وقفت لمدة سنة بالظبط، يبقى غالبا القاتل ده كان مرمي في السجن طول الفترة دي. قرروا يطابقوا قائمة المساجين اللي خدوا إفراج من أسبوعين، بس القايمة كانت طويلة في حد ومش هيخلصوا فيها بسرعة. هنا كريستي لقطت خيط مهم جدا. قالت لهم القاتل حفر أرقام الشارات بتاعتكم انتوا الاتنين على الديسك في المدرسة، وده معناه إن القاتل واحد منكم انتوا الاتنين اللي مكلبشه وقابض عليه بإيده. الملحوظة دي ضيقت دايرة البحث جامد، وهم شغالين جالهم بلاغ بجريمة قتل جديدة. ولما وصلوا مسرح الجريمة اتصدموا وزعلوا قوي لما لقوا الضحية هي جوي ترومان. عشان القاتل فشل إنه يصفي القائد، استبدله بجوي وخلاها الضحية اللي عليها الدور عشان لعبة المشنقة تفضل ماشية. المحققين أخيرا جابوا قرار القاتل وعرفوا إنه واحد اسمه آدم، واكتشفوا إنهم لما راحوا قبل كده بيت الراجل اللي اسمه إيريك فاتتهم تفصيلة مهمة. آدم كان عايش في البدروم تحت. رجعوا جري على البيت ومعاهم فرقة اقتحام، بس آدم كان فص مالح وداب. نزلوا البدروم لقوا حيطة متغرفة صور وورق وملاحظات بتثبت إنه بيطبخ الانتقام ده بقاله زمن. تاني يوم كريستي كانت في بيتها بتراجع التسجيلات الصوتية بتاعة اليوم اللي شافت فيه القاتل في محل الجزارة، وهي بتسمع بتركيز لقطة صوت القاتل بيهمس في الخلفية، وكان بيقول إنه مش مكتفي بالعلامة الصغيرة اللي سابها في راسها زمان. كريستي ركبها الرعب وفهمت إن الدور عليها. اتصلت بويل حالا بس ما لحقتش تنطق حرف. آدم كبس عليها وقطع الخط. ويل وآرشر طلعوا صاروخ على بيت كريستي. لقوا البيت متشقلب حاله ومكركب، وكريستي اتخطفت. وهما بيفحصوا الأوضة آرشر لقى دلاية وقعت من القاتل.
سلاية صغيرة على شكل جمجمة. فجأة آرشر رجع بذاكرته للمطاردة اللي حصلت من سنة، وافتكر الراجل اللي قبض عليه يوميها، وافتكر نفس دلاية الجمجمة اللي شافها متعلقة في عربية الواد ده. قطع البازل كلها بدأت تركب جنب بعض. في آخر المدينة آدم القاتل لف حبل المشنقة حوالين رقبتها، وربط الحبل في مروحة السقف بموتور، وهو واقف ماسك الريموت في إيده وجاهز يشغل المروحة وينهي حياتها في أي لحظة. في نفس الوقت نويل وآرشر هيموتوا ويعرفوا مكانها. آرشر قعد يفر في ملف آدم ولمح التاريخ النهارده، طلع إنه نفس اليوم والذكرى السنوية اللي أبو آدم انتحر فيها. آرشر خمن إن آدم أكيد خد كريستي على مزرعة العيلة القديمة بتاعتهم. وهما سايقين في السكة آرشر ضميره بدأ يأنبه جامد. افتكر إنه كان أول ضابط وصل لمكان الحادثة من سنين، وشاف آدم وهو عيل صغير قاعد في الركن مصدوم وحالته تصعب على الكافر، بس هو وقتها ما فكرش حتى يطبطب عليه ولا يواسيه بكلمة. فجأة القائد اتصل بيهم عشان يصحح المعلومة. المكان اللي رايحينه ده ما بقاش مزرعة، ده اتهد واتبنى مكانه مبنى حديث وكبير. القائد كان فاتح لايف ستريم القاتل مشيره لكريستي وهي بتتعذب، ولمح الحيطان اللي وراها مليانة أسامي. ويل لقطها وهي طايرة وعارف هما فين بالظبط، دول جنب الكنيسة جوه المخزن. كريستي بتحاول تجر آدم في الكلام، سألته أنت بتقتل الناس ليه؟ آدم كشف عن عقده النفسية وهوسه المريض بالسيطرة. قال إنه كان شغال زمان في محل تماثيل وكان بيزوقها ويمشيها على مزاجه، ولما انطرد من الشغل بدأ يعامل البني آدمين كأنهم تماثيل حية، يلعب بيهم شوية وبعدين يقتلهم. ويل وآرشر وصلوا وقسموا نفسهم عشان يزنقوه. آرشر طلع له من وشه عشان يلهيه، واعتذر للقاتل بجد ومن قلبه. اعترف إنه قصر في حقه وخذله لما كان طفل يتيم ومقهور، وعرض عليه يسلم نفسه ليه هو، وقال له عاقبني أنا بدل الناس البريئة دي. آدم كان شايط وعينه بتطق شرار، حكى له إزاي برود البوليس وعدم اهتمامهم دمر حياته بعد موت أبوه. رفض يرحم حد وداس على الزرار في الريموت، والمروحة بدأت تلف عشان تشنق البنت. ويل اقتحم المكان وضرب آدم بالنار، وفي نفس اللحظة آرشر ضرب طلقة في موتور مروحة السقف عشان يعطل التروس وينقذ رقبة كريستي. آدم عرف يخلع ويهرب، وويل طلع يجري وراه. دارت بينهم خناقة وطاحنة. آدم سحب سكينة وكان هيجز ويل، بس آرشر دخل بينهم في اللحظة الأخيرة وهو بيزق آدم بعيد. آرشر رجله اختلت ووقع من على سلم عالي ودبدب لحد تحت. ويل نزل جري، لقى آرشر سايح في دمه وبيلفظ أنفاسه الأخيرة وخلاص بيودع. وجنبه بشوية آدم كان لسه فيه الروح مرمي جنب حيطة مرسوم عليها ألغاز المشنقة بتاعته. من كتر الغل والقهر على صاحبه ويل ما استناش قانون ولا محكمة، سحب طبنجته واداله طلقة واحدة في دماغه وريحته وخلصت عليه. تاني يوم البلد عملت جنازة عسكرية مهيبة للمحقق البطل آرشر. بس بالنسبة لويل الكابوس لسه مخلصش، وهو بيزور قبر آرشر عيل صغير غريب قرب منه وناوله ورقة متطبقة وماشي من سكات. ويل فتح الورقة، قلبه وقع في رجليه، لقى لغز مشنقة جديد. يا إما في حد بيقلد القاتل، يا إما كان ليه شريك وهيبدأ اللعبة من أول وجديد، وويل لازم يجهز نفسه لمطاردة جديدة.